السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في خبر آخر هذا اليوم: إيداع أمنيين وجمركيين بسجن تطوان. أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان الخميس بإيداع 6 عناصر تنتمي للأمن الوطني والجمارك رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة، على ذمة قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، فيما قرر متابعة 6 آخرين في حالة سراح بعد أداء كل واحد منهم 5000 درهم كفالة. وحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح أول أمس الخميس 12 موظف على النيابة العامة، 6 بسلك الشرطة و6 آخرون بسلك الجمارك، إثر التحقيقات التي كلفت بها منذ حوالي سنة، بعدما كان المشتبه فيهم يعملون بالمعبر الحدودي بباب سبتة، حيث تفجرت قضية تهريب كمية كبيرة من المخدرات على متن سيارة نفعية. تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني من ضبطها، إذا أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في القضية بإشارة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتمخضت نتائج التحقيق عن اعتقال 6 من المتهمين، 3 عناصر شرطة و3 من الجمارك، وأمر وكيل الملك بإيداعهم سجن الصومال. وعلمت الصباح أن أحد الأمنيين متابعا في حالة اعتقال احتياطي غادر سلك الشرطة بعد بلوغ سن التقاعد العام الماضي. وبشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ قرابة 2 سنين التحقيق مع عدد من عناصر الجمارك والأمن، كانوا يعملون بنقطة تفتيش والمراقبة بالمعبر الحدودي باب سبتة، حين تمكنت سيارة محملة ب664 كيلوغراما من المخدرات من اجتياز المعبر، قبل أن يتم حجزها في 28/2020 من قبل عناصر الحرس المدني الإسباني بمركز طرخال، المؤدي إلى سبت محتلة. وأفادت المصادر المطلعة الصباح أن تحقيقات عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كشفت تورط بعض عناصر الأمن والجمارك بعد الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بالمركز الحدودي باب سبتة بالتزامن مع عبور السيارة. ظهرت تسجيلات تقصير المشتبه فيهم في القيام بمهام المراقبة، ما سهل مرور السيارة المحملة بشحن المخدرات دون إخضاعها للتفتيش.